حته مخرج تحفه. شوقتيني. وبعدين انت بتحب الرقص يعني بتحب الميوزيكلز كمان برضو صح؟ اه طبعا بحبها جدا. يلا اهو هتحبهم برضو. بس مش هحبهم قد ما بحبك. هو في غشوميه كده في الدنيا؟ يا ابني ده انت كسفتني بس كده. انا اسف. برضو بتتاسف؟ بتتاسف انك بتحبني؟ لا طبعا بتاسف علشان كسفتك، وعشان قلتلك بحبك بغشوميه فعلا من غير ما افكر ولا ابقى اعمل حساب كل الفروق اللي بينا. والله يا نادية انا كتير حاولت افوق نفسي وافكرها بالفروق دي، بس ما قدرتش امنع روحي من ان احبك، ولا ان اقولها لك دلوقتي كده بغشوميه. فروق اللي ما بيننا. انا يوم من الايام ابويا ما كانش لاقي ياكل، واختك كانت فقيره برضه، ودلوقتي هي تملك اكتر من نص فلوس ابويا اللي انا ما املكش فيها نقطه في بحر فلوسها. هي دي الفروق اللي انت قصدك عنها؟ لا طبعا مش قصدي كده، انت فاهمه قصدي كويس. قصدك الفرق ما بينك وما بين اي راجل اول حاجه هيسمعها عني ان انا كنت مصاحبه واحد تاجر مخدرات وبنات وحملت منه من غير ما اتجوزه، وكان بيضربني وبيهني، ورغم كده سمحت لنفسك انك تحبني وعملتني بقمه الاحترام. انا بشوف ده في لمعة عينك. انا بقيت احب نفسي من نظرتك ليا. ياه. يعني قصدي يعني هو ينفع انت كمان تحبيني؟ لا ما ينفعش. انا قلت كده برضو. انا ما ينفعش غير ان انا احبك واحترمك واموت فيك بس. طيب هو مش دايما بعد الكلام الحلو ده بيبقى فيه حضن؟ نفسك. معلش بقى ايدي مكسوره. قلقتني قوي يا يحيى. ايه الموضوع المهم اللي عايز تكلمني فيه؟ في الحقيقة يا طنط أنا لا 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 كده هزعل منك قوي. ليه؟ حكايه طنط دي قول لي على طول يا ماما. قصدي يا ماما طبعا. أنا مكسوف من حضرتك قوي ومش عارف إزاي حصل كده. مكسوف؟ مكسوف من ايه يا حبيبي؟ تكونش عايز فلوس؟ لا فلوس إيه؟ الفلوس دي مفيش أكتر منها، بس النفس اللي تصرف. يا سبحان الله، اخدتها من على طرف لساني. انا دايما اقول القرش بقى ملوش اي قيمه. ما هو ده اللي جرأني وخلاني عايز أقرب منكم أكتر. عارفة يا ماما عواطف، أنت عمرك ما حسستيني في يوم من الأيام إنك بتحبيني لأني غني. واللي ملاحظ إنها ورثت منك موضوع القناعة والزهد ده هي هالة. هلا بنتي مش كده؟ اه ماما، أنا يسعدني ويشرفني جدا إني أطلب من حضرتك إيد هالة. هو الحقيقه انت فاجئتني خالص يا خبر. مش عارفه الحقيقه، مش عارفه اتكلم ولا اتلم على افكاري. انا الحقيقه لما يعني عاملتك على انك زي ابن ياسين، ده عشان اخلاقك الحلوه يعني، لكن عمري ما فكرت ابدا. لو طلبي ده ضايق حضرتك أو هيخليكي ما تفضليش معتبراني إني ابنك، أنا مستعد أصرف نظر فورا. لا تصرف ايه؟ والله واعتبري إني ما قلتش أي حاجة. لا ازاي ما قلتش؟ لا ده انت قلت بقى، ولا انت يعني عايز ترجع في كلامك؟ بقول خير البر عاجله. نقراها. هي إيه؟ نقرا الفاتحه دلوقتي؟ يلا يا حبيبي يلا. انا عارفه القعده دي دمها تقيل قوي على قلبي، بس معلش بقى شر ولا بد منه. كانت لازم تحصل. انا طلبت منك نتقابل عشان لو كنت استنيتك انت تطلبها كنت هستناك العمر كله. مش لاقي كلام ارد بيه عليك يا بسمة. ترد ولا تعتذر؟ انا مش هضحك على روحي ولا عليك ولا ههرب من الحقيقه. انا عارف ان انا سببت لك الم وزعل كتير، بس ورحمه امي انا عمري ما قصدت ولا اتعمدت ان انا اعمل فيكي كده. زي السواق الاطبش اللي بيلوش بني ادم معدي في الشارع، ما كانش يقصد يعني. بيسموه قتل خطأ باين، مش كده؟ ما هو حتى لو السواق مش قصده
النتيجة واحدة، البني آدم اللي اتلاش ده مات. انت كمان ما كنتش تقصد يا حمدي، انت قتلتني. كل حاجة كنت بحس بيها جوايا ماتت. انا بطلت احس، حتى واحنا قاعدين اهو انا مش عارفة انا حاسة بايه. بسمة، في حاجة بيني وبينك اتكسرت. حاجات وانت الصادق. بس مش أنا بس اللي مسؤول عن اللي حصل ده، إحنا الاتنين مسؤولين. لا انا مش مسؤولة، انت لوحدك اللي كسرت كل حاجة. انت اللي زمان فهمتني ان انت كنت بتحبني. أنا ما فهمتكيش، أنا حبيتك بجد. انت اللي كنت هتتجنن لو قلت لك نبعد عن بعض. انت اللي استغليت ضعفي، انت اللي خفت من اختك فاتجوزتني، انت اللي خنتني وانا لسه عروسه، انت اللي نزلت اللي كان في بطني. انت اللي رميتني زي اي جزمه قديمه عندك مستغني عنها. أنا في وقت معين كنت كل اللي عايزه منك ابتسامة رضا وكلمتين اتنين: بحبك وما تقلقش. انت لسه بتبرأ نفسك؟ انت عايز تشيلني انا مسؤوليه فشلنا؟ انت ازاي عرفت تشوف نفسك حلو وبريء قوي كده بعد كل اللي انت عملته فيا؟ ايه الافتراء ده يا اخي؟ أنا لا عايز أشوف نفسي حلو ولا بريء. ولو عايز مش هتعرف، عشان انت وحش قوي وبياع قوي وغدار قوي يا حمدي. عموما انا عشان ما اطلعش من الجوازه دي خسرانه الجلد والسقط حسبتها بالورقه والقلم. انا قبضت قرشين مهر حلوين قوي، وبقى عندي لبس وصيغه وشقه مكتوبه باسمي، ولسه هتدفع لي المؤخر الكبير قوي اللي انت كاتبه على نفسك، اللي ما يجيش نقطه في بحر في ثروه اختك، بس هاخده برضو على داير مليم. ولو في اي مصاريف او نفقه هتدفعهم لي كلهم، وهو اللي يجي منك احسن من عينك. وأنا تحت أمرك في كل اللي تطلبيه. لا راجل قوي، اللي يسمع كده يقول هتحط ايدك في جيبك تدفعهم لي، ما كله من فلوس شربات. طيب أنا ماشي بقى، عشان لو قعدت كلامك وردودي هيعورونا أكتر وإحنا مش ناقصين. استنى، ارمي عليا يمين الطلاق قبل ما تمشي دلوقتي، في عدم وجود اختك واخويا، عشان نخلص، احسن تخاف ترميه قدامها وترجع تغلط نفس الغلطة تاني ويجبروك تعمل اللي انت مش عايز تعمله. ارمي عليا اليمين دلوقتي يا حمدي. قولها بقى وما تصعبهاش اكتر من كده، انا في عرضك. انتي طالقة يا بسمة. نعم. وانا ايه يا عواطف طرطور تقري فتحة بنتي من غير ما تقولي لي؟ الله، جرى ايه توفيق؟ خضتني وانا عملت عامله ولا ايه؟ الولد قعد معايا وقال لي والله يا طنط ما انا ماشي الا لما تقري معايا الفاتحه. قريتها. قريتها؟ ازاي تقريها معايا يا ماما؟ تقولي له ليها اب ليها اخ، ولا احنا ملاش راي هنا؟ اتنقل والنبي، من امتى لك راي يا ابو راي انت كمان؟ ايه يا ماما؟ ازاي يعني تقروا فتحتي من غير ما ابقى موجوده؟ ايوه يا حبيبتي، ما هو طالع من عينك. امال يا اختي عماله تقلبيني وتقشطيني عشان تشتري هدوم، بتلبسيهم لمين؟ طب ايه رايك بقى ان انا مش موافق، والفتحة اللي قريتيها دي ما تنفعش الا لما انا اوافق. لما انت توافق؟ جرى ايه يا توفيق؟ مالك عمال تتأمز وتتلمس كده يا اخويا؟ اقرع ونوزه اهي. عمرك كنت تحلم بعريس زي ده لبنتك؟ ده عنده فلوس بقى تقلك انت. وعلى فكره بقى، الفاتحه اللي قريتها معاه قال لي هتبقى سيكرت، هتبقى يعني سر بيني وبينه، وان شاء الله هيجيب مامته. قال لي ست كباره كده ومحترمه هيجيبها معاه ونقرا الفاتحه كلنا مع بعض. ماشي؟ فيها حاجه دي؟ تضحك على ايه يا هبل يا هبل؟ انا ضحكت ولا فتحت بقي يا ماما؟ انا ما عملتش حاجه. بلا في قبلك يا ساتر.
شويه حلبسه وصايه لو سمحت. انا يا باشا. ما قلت لك مش عايزه يا ابي. هتشربي يعني هتشربي، ولا انا خلاص كلامي ما بقاش يتسمع؟ لا لا الشبح. شكرا. مش كفايه مشيت اللي في دماغك؟ ما رضيتوش تخلوا الكبار يتدخلوا؟ انا قلت اشيل عنكم الحرج. وبعدين دي كانت مشكلتي انا وحمدي لوحدنا، وكان لازم نخلصها لوحدنا. بقول لك ايه، انا مش هربان بيكي بعيد عن مهجه، وجايبك هنا عشان نقعد نتكلم في اللي فات، عشان خلاص اللي فات مات. مش هيموت من يوم وليله كده يا ابي. هتنسي، هتقومي يوم من النوم وتلاقي نفسك ناسيه، وكله بقى مجرد ذكرى بالنسبه لك، حتى لو اليوم ده اتاخر مسير ويجي. انسى نص عمري اللي فات كله يا ابي؟ ما انا قعدت نص عمري احب حمدي. عمرك لسه قدامك يا بسمه، مش وراكي. حتى لو نسيت عمري ما هسامح. هتنسي، واليوم اللي هتنسي فيه هتلاقي نفسك مسامحه، هتنسي كل الألم والعذاب اللي جواكي، وهيبقى مجرد ذكرى. اطمن يا ابي، اختك جامده، انا عارفه انت شايل هم. بس في حاجه يعني عاوز اقولها لك، وارجوكي ارجوكي تفكري فيها بعقل وحكمه. مش لازم يعني ناخد حد بذنب حد تاني. شربات يعني ملهاش دعوة باللي حصل من أخوها حمدي ناحيتك، طول عمرها واقفاله بسببك، وكتبت شقتها باسمك، وزمانها دلوقتي ربطاه في رجل الكنبة ونازلة فيه ضرب وجسمه عمال يجيب دم. ايوه كده يا ابي، اظهر وبين. جايبني بعيد عن قبل مهجة عشان تكلمني على شربات؟ عشان اي حاجه تانية كنا هنتكلم فيها قدام قبل مهجة عادي. لا مش ده اللي انا قصدي اقوله. مهجة ست غبية ومخها ضيق. اللي انا عاوز اقوله لك ان شربات دي فاتحه لنا بيتنا، بتديني مرتب ولا مرتبات الوزراء، ونقلتك نقله تانية بالشغلانه الجديده اللي اديتها لك، وبتعاملنا ولا واحده من اهلنا اللي من لحمنا ومن دمنا. معاك في كل اللي بتقوله على شربات، بس مش موافقه ان قبل مهجة غبيه ولا مخها ضيق. قبل مهجة ست بتحب جوزها وحاسه بيه. دي هيتبني لها قصر في الجنه، انها عايشه معاك ومستحمله الوضع ده، وهي عارفه ومتاكده انك بتحب الشربات، وعمرك ما هتبطل تحبها. انا ما استحملتش افضل على ذمه حمدي شهر واحد بعد ما حب واحده غيري. هو قالك؟ والنعمه دي ما في حد قال لي حاجه، بس حسيت عشان بحبه، قصدي كنت بحبه. بس يا حبيبي مالك؟ انا مش عارف انا وصلت لحد هنا ازاي. كل اللي كنت بفكر فيه ان ارمي نفسي في حضنك واقعد اعيط. معلش يا حبيبي، بس قلبك كده هيتفتر من كتر العياط. يا واد هتموت. انا مش فاهم بس يا حمدي، انت ايه اللي مزعلك قوي كده؟ هو مش ده اللي انت كنت عايزه برضه؟ يا اخويا حتى لو كان ده اللي عايزه، الطلاق هو بيقهر. ما انا اتطلقت 3 مرات، كان بيقهرني كل مره. كلمه تقيله يا اخويا. الطلاق يعني فشل، يعني اي مشروع في الدنيا بتفشل فيه بتحزن وبتتكسر. يا واد انت بتاع البيزنس اللي بقيت ما بتتكلمش. ايه يا حبيبي؟ انا اللي قاهرني ووجعني قوي كلام السم اللي قالته لي بسمة. يعني اختك ده اقل واجب بعد اللي عملته فيها يا واد. عملت زي اللي جابت مرايه كبيره وحطيتها قدامي وقالت لي اتفرج على ظلمك ووحشتك، بص لروحك، شوف شكلك بقى شبه الشيطان ازاي. انا خايف قوي يا شربات. خايف لا ربنا ينتقم مني بذنب البت دي. لا يا عين اختك ما تخافش، لا والله انت بس تستغفر ربنا كده وتتعهد قدامه انك انت مش هتظلم حد تاني. ده مفيش اوسع من سماحه ورحمته. والله. يلا حبيبي
المهم انك تبقى صادق بجد يا حمدي وانت بتتعهد قدام ربنا انك مش هتظلم حد تاني. يلا يلا قوم خد الشاير بتاعك كده اهوت وصلي لك ركعتين واستغفاره وتعهد قدام هيسامحك والله. يلا حبيب اختك، يلا يا عين اختك. خليكي جنبها كمان يا شربات اليومين دول. يعني اللي حصل بين حمدي وبسمة ده لازم ما يأثرش بعلاقتنا بعيلة عم محمد الصناديق، وهتفرق مع البت بسمة ومعاهم كلهم لما يلاقوك انت اللي واقفه لهم كده كأن بسمة هي اللي اختك مش الواد حمدي. يا ولا طبعا دي عشرة عمر، الله العشرة ما تهونش الا على ولاد الحرام. ادينا خلصنا من القضية الأولانية، نخش في التانية. تاني قضية ايه؟ قضية ايه؟ قضية الحب والغرام والهيام انت والست ناجي، واللي عرفت تعمله واللي انا ولا الطب ولا الدواء عرفنا نعمله. ضيعت الاكتئاب يا اخويا وبقيت تاكل بسم الله ما شاء الله ووشك ورد قد كده واي كلمه تقولها بقك يتفشخ، يعني ما يحسد الا مال لاصحابه. اصلها قالت لي انها بقت بتحب نفسها من كتر نظراتي ما بتحبها. سلام. والله يهبل، المهم تحبك انت مش تحب نفسها. وانت فكرك يعني يا شربات ينفع العين تعلى عن الحاجب والبت ندى دي تحبني انا؟ الله، وانت شايف روحك ليه انك انت العين؟ ده انت العين والحاجب وتاج فوق الراس واخو شوشت هانم اللي كانت اخدت نص الجمل بمحامل. ما انا بقى يا شربات مش عاوز الحسابات دي اللي تحكم علاقتي بنادية. يعني انا حبيت نادية ما حبيتش فلوس ابوها، وهي كمان لو هتحبني يعني عايزه تحبني انا من غير بقى لا جمل ولا حمل. ايوه يا شربات، ده غير حاجه تانية مهمه جدا ولازم نفضل فاكرينها. اللي هي ايه يا اخويا؟ عيلة حكيمو دي كلها باستثناء نادية وياسين ويمكن كمان البت رشا هيفضلوا باصين لنا من فوق قوي، ومش هينسوا بسهوله انك طلعت لهم فجاه كده من تحت الارض وكوشت على نص فلوس ابوهم، وهيفضلوا فاكرين حتى لو عملونا حلو وتنازلوا عن القضايا، وحتى كمان لو زارونا في المستشفيات وجابوا لنا دكاتره واتبرعوا لنا بدمهم. يعني ناجية هي اللي تتغير وحاتشم ما يتغيرش؟ لا اتغير، بس اتغير لدرجه تقلق يا شربات. لا، ما هو قال ان هو لما تقرب مننا اتغير وشاف ان العداوه ما منهاش فايده. طب ما انا ممكن اقول لك ان انا اسمي لؤي وعندي 75 سنه وبشتغل استورجي. ايه ده يا شربات؟ ما الكلام ما فيش اسهل منه. هو انا يعني اللي افطمك وعيك يا اختي؟ يعني ايه؟ يعني تقصد ان التغيير ده ورا غرض؟ او ما يبقاش، ويبقى اللي الكابتن بيقوله ده هو الحقيقه. المهم ان لازم عينينا تفضل في وسط راسنا ونخلي بالنا من بعض ومن نفسنا يا بنت بطن امي. ما هو انا بنت البطه السودا اللي اتولدت بس عشان احل لكم مشاكلكم. يتحرم عليا ان انا اسمع لي كلمتين حلوين في عمري كله، مش كده يا اخويا؟ لا مش كده يا شربات، انت عارفه ان انا بخاف عليكي وما عنديش اغلى منك في الدنيا دي كلها. طب قوم بقى شوف اخوك. طب ما تزعليش بقى. بس خلاص يا واد. فلوس متابعة الشهر ده وعايزة معدل الأسبوع اللي جاي.
الشهر الرابع. كنتش عايزه تقولي لي؟ انا خايفه وقلقانه ومش عارفه اذا كان صح ولا غلط ان يكون في بينا طفل. انا من كتر ما انا خايفه ما قلتش لحد خالص. انت اول واحد تعرف. انا احق واحد انه يعرف يا نسرين، لان المفروض اللي في بطنك ده ابننا كمان. المفروض؟ انت شاكك انه اللي في بطني ده ابنك؟ لا طبعا مش شاكك. انت ليه فهمتيها كده؟ ومش شاكك ليه؟ انت مش كنت فاكر ان انا بخونك؟ مش كنت بتراقبني وطالع ورايا عشان تقفشني متلبسه؟ اي راجل في الدنيا يا نسرين كان لازم يشك. انت كنت بتكلمي راجل غريب وبتقولي له انا رايحه لك، وكل اسبوع بتشوفي لك حاجه جديده عشان تروحي له، ومش قايله لي انك حامل. افهم منين انا بقى ان ده ميعاد متابعه الدكتور؟ كان ممكن تسالني بدل ما تراقبني. وانت كان ممكن تقولي لي من الاول انك حامل عشان ما اشكش فيكي. عارف يا سيف، احنا عاملين فاهمين بعض قوي، بس الحقيقه ان محدش فينا فاهم التاني، واننا بعاد عن بعض قوي. اللي في بطنك ده لازم ينزل. نزوله في خطر على حياتي. الدكتور هو اللي قال لي كده، عشان دي اول فكره جت في دماغي لما عرفت ان انا حامل. عشان انا مش عايزه اللي في بطني ده، زيك بالظبط ويمكن اكتر منك 1000 مره. مين قال ان انا عايزه ينزل؟ عايزه ينزل، صح؟ انا خايف يا نسرين، مرعوب. انت عارفه يعني ايه يبقى عندنا طفل؟ يعني احنا الاتنين مسؤولين ان احنا نعمل بني ادم. دي اصعب مسؤوليه في الكون. بص عليا انا وانتي، احنا الاتنين خربانين من جوه من اللي عملوه فينا اهالينا. ازاي اتنين زيي وزيك يقدروا يعملوا بني ادم سوي؟ سيف، انت بتحبني؟ بحبك يا نسرين. اكتشفت ده لما كنت فاكر انك بتخونيني. انت عارفه، انا كنت هقتلك لو كنت تعرفي حد تاني غيري. عارفه لو ما كنتش بحبك كنت ممكن اطلقك او اكمل معاكي في جوازنا المريض ده واخونك بقى ونقضيها يعني. بس لما قعدت مع نفسي فكرت كتير، اكتشفت ان ما اقدرش اعمل كده عشان انا بحبك. قلت لا، انا اقتلك واضيع حياتي ومستقبلي كلها من بعدك. ساعتها بقى مش هتفرق معايا، وانا كده من غيرك ضايع. يا انت عارف انا قد ايه كنت محتاجه اسمع الكلام ده منك يا سيف. مكنتش اقدر اقوله، مقدرش، عشان عارف ان انت ما بتحبنيش يا نسرين. سيف، انا لو مش بحبك ما كنتش هسيب اللي في بطني، عشان ما فيش قوه في العالم تخليني اجيب منك طفل وانا ما بحبكش، حتى لو كانت حقيقتي. سيف، انت عارف انا وانت محتاجين نحب مين؟ محتاجين نحب نفسنا. سيف، انا بكره نفسي قوي، وعارفه كمان ان انت كمان بتكره نفسك، صح؟ انا لو ببص لنفسي في المرايه بحس ان انا عايز اقول لي جاتك دايه في تقول دمك. والله انا فرحان يا نسرين، والله فرحان، بس خايف. يمكن الخوف اللي انا حاسه بيه واللي انت حاسس بيه ده يكونوا حاجه صحيه يعني. سيف، احنا دلوقتي قدام الامر الواقع خلاص، كلها 6 شهور وانا هبقى ام، انت كمان هتبقى اب، عشان الطفل ده مش هينفع ينزل خلاص. حتى لو ينفع ينزل انا مش هسمح له انه ينزل.
انت مش لسه قايل كده دلوقتي حالا؟ يا عبيطة، ده من فرحتي بيه يا عبيطة. بجد؟ خلاص يبقى يستاهل ان احنا نتغير علشان نحب نفسنا ونحب الناس ونعوض كل اللي اهالينا عملوه معانا ونصلح ده معانا. صح يا نسرين. ولعلمك بقى انا وانتي ممكن نبقى اب وام هايلين جدا عشان احنا اتلدعنا كتير، فاكيد هنطلعوا احسن مننا ومن اللي خلفونا كمان. في ايه يا أم؟ مالك؟ انا تعبانه قوي يا رشا. تعيطي ليه؟ قوي. خلاص تعيطيش. معلش تعالي. انا عايزه اخلص من السرطان اللي جوايا اللي اسمه حاتم ده. الوضع ده صعب جدا، انا مش قادره اعيش كده. قال يعني طول الوقت عمالين بنمثل ان احنا يا سلام المتطلقين المتحضرين المثاليين علشان نفسيه حمزه، وهي مش عشان نفسيه حمزه خالص، هي عشان يفضل موجود قدامي ويفضل موجود في حياتي وما يبعدش عني، وطول ما هو موجود قدامي وفي حياتي ومش بعيد عني انا هفضل كده. انا عايزه اخلص يا رشا. بس انت كده مش هتعرفي تبعدي. حاتم هيفضل موجود في حياتك طول ما حمزه بينكم. انا لازم افكر في نفسي يا رشا عشان اعرف اربي ابني. ما هو انا مش هعرف اخليه انسان سوي غير لما انا لازم اكون انسانه سويه الاول. وعلشان اخف من حاتم ده لازم يبعد عن حياتي تماما، لازم انسى ان هو موجود على وجه الارض عشان ابطل احبه. لا واضح المره دي انك مفكره جامد في الحكايه وقاعده مع نفسك كتير. انا فكرت وقررت وعايزاكي تساعديني في القرار ده. اللي هو ايه؟ في شركه مالتي ناشونال بتفتح في دبي، بتفتح سلسله جيمنازيومز وهيلث كلابز وبيوتي سنترز، وعارضين عليا بوزيشن كويس قوي بمرتب هايل وبيت وعربيه ومدرسه هايله لحمزه. انت بتقولي ايه يا أم؟ بتقولي ايه؟ انا هسافر يا رشا، ولما تجيله هو بقى رحله لدبي يبقى يروح يشوف ابنه، يبقى يروح يجيبه من المدرسه ابعته له مع حد اي حاجه من غير ما اشوفه. لا انت ازاي متصوره ان حاتم ممكن يوافق على ده؟ عشان كده عايزاكي تساعديني. اساعدك ازاي؟ حاتم لا يمكن يوافق ان ابنه يعيش في بلد تانية. لا في حاجه ممكن يخليه يوافق وتخليه كمان يجي يحضر معانا الشنطه. اللي هي ايه؟ هنهدده انه لو ما وافقش نروح نقول شربات على التمثيليه اللي هو عاملها عليها. نشكر على حزمة الورد اللي تفرح القلب الحزين. قلبك لسه حزين؟ تعرف أنا إيه اللي هيهدي قلبي ويفرح قلبي بجد؟ لما اطمن على البغلين اللي عندي دول. يعني انت عايزه تفهميني انك مش ناويه تحبي تاني؟ ما تحل عن نافوخ أمي بقى الله. حتى لو ناويه انك ما تحبيش تاني مش هتقدري، مش بايدك. صدقيني انا عن خبره، اصل انا كنت فاهم كده لحد ما لقيت نفسي طبيت وقعت لشوشتي. وفي مين؟ في اخر واحده في الكون ده كله ينفع احبها. بحب 2 سوا يا هنايا في حبهم، المية والهوا طول عمري جنبهم. ايه ده؟ ايه حنش؟ لا انتي غنيتي الاغنيه دي في حلمي. وحياة النبي
الحلم الوحيد اللي حلمته بيكي كان حلم جميل جدا، كنتش عايز اصحى منه. وحلمت بايه بقى يا اخويا؟ كنا بنعمل ايه في الحلم؟ كنا انا وانتي فوق جزيرة لوحدنا. طبعا، والبحر هالل علينا، والعنب مدلدل من فوق معرفش منين، والسمك قاعد يتنطط. تقريبا كده. وكنتي بتغني لي المية والهوا وتقولي لي احلى كلام ممكن ست تقوله لراجل. ايه يعني كنت بقول لك ايه؟ قلتي لي انك ما بتطمنيش غير وانتي معايا، وتحسسيني اني راجلك، وانا قلت لك اني حاسس اني بحب لاول مره في حياتي. وانا عايز اقول لك كلام ما اتقالش قبل كده ما بين اتنين بيحبوا بعض، واني مستعد عشانك اعمل اي حاجه، واني عايز احضنك. وحضنتك فعلا، ضميتك قوي وشوشتلك.